السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم كل خير، والله يوفقنا وياكم الكل خير. هذه طال عمركم مسبح صغير للوز. الوز سلمكم الله تشوفونه دايم تحت الشجر، وحطينا له هناك مسبح ولكن ما نفع، اللي هو هذا صغير وتعبنا صراحة. فالآن بنحط له واحد كبير إن شاء الله تعالى، وبنسويه بطريقة إن شاء الله بتفيد الجميع. هذه المواسير الآن جبناها وبنسوي عليه مظلة من فوق. الكلام مو على المظلة ولا هو على المسبح، الكلام على تنقية مسبح الوز، كيف نخليه نقي وكيف نخليه دائما نظيف. خلوكم معنا خطوة بخطوة إن شاء الله نوريكم. هذا جعل والديكم الجنة الحوض اللي جبناه. طبعا صاحب المحل يقول إنه 1000 لتر، وأنا الله أعلم وأحكم ما أدري والله كم لتر، بس على كلامه يقول 1000 لتر يشيل. هذا إن شاء الله تعالى اللي بنحطه هناك. الفكرة كلها مو في الحوض والحفرة والمظلة، لا، الفكرة مثل ما قلت لكم إن شاء الله في تنقية الماء، لأن لو حطيناه كل شوي بيتوسخ، وأنتم عارفين الوز والبط عزكم الله في وساخة الماء. فإن شاء الله تعالى تنجح الفكرة بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم كل مساته. مثل ما تشوفون الآن أخذنا ميزان الأعمدة بالضبط في أماكنها، بس بنجيب مواسير ندخلها علشان إيش؟ نصب صبة داخل ما يجي صدى في المواسير. أخذنا الميزان كامل، وهالمربع هذا بيرتفع فوق، بيصير فوق هنا إن شاء الله تعالى. ننزلينه تحت بس علشان ناخذ مقاس. الله يوفقنا وياكم. كل الشغل هذا عشان الحلوين ذولي. الله يكتب لي فيه الخير ويطرح البركة إن شاء الله. الآن خلصت توقيف العمدان بفضل الله، لحمت هذه كلها فوق لحظة الحين. طبعا هذا بتسكر عشان ما يصدي ويرش مويه. حطيت هذه اللي أقول لكم، هذه 3 بوصة والماسورة 2 بوصة. الآن نصبها هنا داخل الصبة وتحت، حتى أن هذا لا يصدي للأرض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الذاكرين، الحمد لله رب العالمين. هذه المظلة خلصت منها بفضل الله وحده. الحوض هنا، والنجرة مثل ما قلت لكم مواسير هناك، والفلتر هناك بإذن الله. أنا نزلت هنا تقريبا متر وشوي علشان هذه جهة الغروب، وراي الشرق هذا الغروب، فالجهة هذه ما أحتاج إني أحط فيها، لأن عندي هذه الطرحة دي. ما شاء الله. هذا الحوض حقهم حطيت فيه شوي موية علشان آخذ الميزان، علشان أعرف الماء وين يروح وين يجي. هنا حفرت زيادة، أبي أرفع الآن شوي، لأني أبي نفس شفة المسبح هذا تكون كلها برا. الحفرة هذه صارت إلى هنا فما تصلح، الآن بدفن فيها شوي وبرفعه. هذه التمديدات كلها داخلية أرضية ما تنشاف، كلش ما نشاف إن شاء الله، كلش مخفي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم
بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. هذا النظام بعد ما خلصته، النص بوصة اللي تشوفونه هذا داخل هنا يعبي هنا، خليته لآخر شيء. وهذا الآن بملاه بالخرسانة. خرسانة لازم تنظف، لازم تصير نظيفة ما يصير فيها غبار، تغسلونها غسيل. نملاه خرسان ثم فحم ثم بعد اسفنج ثم في طبقة ثانية البيضة اللي مثل الشاش. وبالنسبة لهذا الغطاس داخل، هذه سلمكم الله أول طبقة من الخرسانة نحطها حاجة بسيطة يعني ما تتعدى خلينا نقول الربع. الآن بعد ما صفينا طبقة الفحم يعني خرسانة فحم، وهذه سلمكم الله طبقة الاسفنج ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك يا رب. هذا الآن الطبقة الأخيرة هذه حطيناها، وهذا سلمكم الله المخرج. الماء النظيف يرقى على فوق يطلع فوق وبعدين يروح من هنا مع التصريف، من التصريف هذا سلمكم الله يجي من هنا وينزل على الغطاس ماء نظيف. الغطاس يسحب ويودي للبركة. في حال لا قدر الله الغطاس خرب ولا تعطل فجأة عندنا واحد احتياط هنا، هذا طبعا نخليه مفكوك دائما، نخليه مفكوك. في حال ان الغطاس تعطل الماء راح يرتفع المنسوب وبيدخل من هنا. ولو تلاحظون هنا المنسوب اعلى من ذا، خليه اعلى بحيث انه اذا الغطاس تعطل ولا شيء لا قدر الله يجي الماء من هنا وينزل مرة ثانية ويروح. شوفها مشبوكة مع بعض الاثنين. حلو الكلام. بتقولون التنظيف هذا هو سلمكم الله، هذه التعبئة. والتنظيف نفس الكلام، طلعتها من هنا وحطيت لها محبس. متى ما بغيت انظف اطلع للزرع من هنا تطلع كلها مباشرة على الزرع مع هذا التصريف. واضح؟ هذا خط للتعبئة، يعني عندي خط تعبئة وعندي خط تصريف. هذا تصريف الماء الفائض او الماء اللي جينا نغسل او ننظف الاحواض كلها من هنا. وهذا سلمكم الله اللي يعبي دايركت. وتلاحظون التعبئة شابكها مع هذا ومع هذا، بس نقفل ونبدأ نعبي، نخلص ونفتح لأن في منسوب معين للماء. الله يوفقنا وإياكم وكل مسلم إن شاء الله. الآن نجرب ونشوف، أسأل الله يكتب لي في الخير. يقولون متى تخلص؟ يقول أشغلتنا يا ابن الحلال اخلص علينا. ما شاء الله تبارك الله. الآن شغلت الفلتر، شوفوا المويه هنا صافية جدا بفضل الله وحده سبحانه عز وجل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا هنا، شوفوا المويه صفراء عزكم الله. الآن نجرب. طبعا أنا خليت مسبح الوز عزكم الله يتوسخ حتى إني أشوف التجربة تنجح ولا لا، عشان هل تستاهل تطبيقها ولا لا. شوفوا هنا المسبح عزكم الله، شوفوا المويه الصافية اللي تنزل الآن من الفلتر هذه. تمام.